السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ النهارده تاني فيديو ليا على اليوتيوب، والنهارده جاي اكلمكم عن الورق المطلوب للبكالوريوس. طب الفيديو ده مهم لمين؟ الفيديو ده مهم للناس اللي خلصت ثانويه عامه والناس اللي دخلت اولى جامعه وعاوزه تكمل تعليمها بره مصر. فيلا بينا نتكلم عن اهم الاوراق. تعالى نتكلم الاول للناس اللي بتوع ثانويه عامه عشان لسه مخلصين فريش بقى كده. فاول حاجه بتوع ثانويه عامه بيحتاجوا 3 ورقات. اول ورقه هي شهاده ثانويه عامه، بما انك لسه مخلص فانت اكيد معاك شهاده ثانويه عامه. طب لو انت مخلص بالك فتره سنتين 3 او 4 او اكتر، بتروح السيده زينب تقول لهم انا عاوز شهاده ثانويه عامه موجهه للسفاره الالمانيه، وتطلعها عربي. اوعى تغلط غلطتي وتخليهم يترجمها لك انجليزي، لان انا رحت سفاره خلوني اروح اجيبها عربي واترجمها الماني. انت بتطلعها عربي تروح تختمها من الخارجيه، بعد كده تترجمها ألماني، وبعد كده تروح تختمها من السفارة. يبقى دي أول حاجة خلص منها شهادة ثانوية عامة. تاني حاجة إتقان اللغة أو شهادة اللغة. أنت كل جامعة بتطلب بقى ايلتس، تويفل. في جامعات لو أنت جاي ألمانيا محتاجة مثلا منك ألماني، فأنت شهادة اللغة دي بتاخد اختبار مثلا من الايلتس أو تويفل أو جوتا أو تلك أيا كان. شهادة اللغة مش محتاجة أي توثيق، أنت دوبك بتمتحن ويبقى معاك شهادة اللغة. وتالت ورقة وهو خطاب التحفيز. خطاب التحفيز برضو مش محتاج اي توثيق او اي اختام. خطاب التحفيز انت بتروح تكتبه بنفسك. افضل ان انت تكتبه بنفسك، ما تستخدمش شات جي بي تي ولا تروح تنقله من حد. انا ممكن احط لكم خطاب التحفيز بتاعي هنا بحيث تبقى شايف هو اتعمل ازاي، بس يعني ما تعملش زيه، حاول تعمله انت بنفسك. وممكن ابقى اعمل فيديو اقول لكم ايه اهم النقط اللي بتتكلموا فيها عن خطاب التحفيز وخطاب التوصيه. يبقى هم 3 ورقات: شهاده ثانويه عامه، وشهاده اللغه، والموتيفيشن ليتر او خطاب التحفيز. ده كده ايه؟ اول قسم اللي هم بتوع ثانويه عامه. طب انت دخلت دلوقتي جامعه، خلصت اول سنه وعاوز تكمل تعليمك بره. فلناخد مثال ان انت مثلا خلصت اول سنه في هندسه، اعدادي هندسه مثلا او اي كليه تانية. بتحتاج ورقتين زياده، وهما اول حاجه بيان الدرجات. يعني ايه بيان الدرجات؟ يعني الدرجات اللي انت جبتها في اول سنه دي بتحتاج تختمها من الجامعه، وبعد كده بتروح تختمها من الخارجيه، وبعد كده تروح توثقها من السفاره. وايه هي الورقه الاخيره؟ وهي خطاب التوصيه، الريكومنديشن ليتر. دي بتعملها ازاي؟ بتروح لاي دكتور حبيبك في الجامعه او اي دكتور تقول له انا عاوز اعمل خطاب توصيه او ريكومنديشن ليتر. كل اللي بتعمله ان انت هو بتكتب ايميل انت بنفسك وتديهوله، هو يبعته من ايميل الكليه الرسمي بتاعه. وبس كده. دي الاوراق المطلوبه كلها للبكالوريوس. الموضوع بسيط جدا وسهل. الموضوع بس الناس مكبراه. يعني انتوا ابتدوا خطوه وهتلاقي الدنيا بترف لوحدها، الدنيا بتمشي لوحدها. فلو عندكم اي سؤال كلموني على الانستجرام، والافضل تكتبوا لي كومنت في اخر ريل انا بنزله، لان الدي ام عندي مليان رسايل. برضو نقطتين مهمين جدا: رقم واحد، شهاده ثانويه عامه مش غاليه، ب 30 جنيه او حاجه زي كده. فانت ممكن تطلع نسخه عربي ونسخه انجليزي لو انت حابب، بس زي ما قلنا الافضل تطلعها عربي. والنقطه الثانيه ان اختام الخارجيه واختام الجامعه بتتغير كل شويه، فما تختمش اختام خارجيه او اختام جامعه وتسقع او تفضل قاعد. لا، اختم على طول وبعد كده روح السفاره. السفاره اختامها بتفضل مدى الحياه يعني. دي اول نقطه. تاني نقطه اللي عايز اكلمكم فيها ان الترجمه غاليه شويه. الترجمه يعني انا ترجمت الاوراق بتاعتي الالماني كان ب 700 جنيه. فعشان كده لما تيجي تاخدوا الورق ترجموه كله مره واحده، ما تقعدش تترجم على كذا مره. يعني ما تترجمش ورقه وبعد كده بعديها بفتره تترجم ورقه تانية، هيحاسبوكوا حساب مختلف. وما تنسوش سبسكرايب ومتابعه، وشكرا.